إطار الحملة الدولية لمساندة أسود قديميزيك المعتقلين السياسيين الذين يخوضون إضرابا عن الطعام منذ الفاتح من مارس، تنظم مجموعة من الجمعيات الفرنسية والجمعيات الصحراوية والجالية الصحراوية بصفة عامة في فرنسا مجموعة من الأيام التضامنية مع هؤلاء الأسود، وتبتدي من اليوم، من اليوم 23 واليوم 24 و 25 من هذا الشهر، ويخوضون إضرابا كذلك عن الطعام مساندة لهؤلاء الأسرى الذين يطالبون بحقوق تعترف بها كل المواثيق الدولية، وهي إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية أو إطلاق سراحهم. واليوم إذا كنا نقف مع هؤلاء الأسود فإننا من جهة نندد بممارسات النظام المغربي المحتل الصحراء الغربية والقمع الذي يمارسه جماهيرنا في كل مكان، سواء في المناطق المحتلة أو في جنوب المغرب أو في الجامعات المغربية ضد الطلاب الصحراويين. وكذلك نندد بالحملات الممنهجة والسياسة التي ينتهجها النظام المغربي في إطار تغيير أو في إطار ممارسة مجموعة من الضغوطات على الأمم المتحدة وعلى العالم من أجل أنه يغير مجموعة من المعطيات، وبالأساس من أجل أنه يقفز على المشروعات الدولية وعلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.